السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي نكهة البيت طعم وريحة. النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة بيعشقوها العيال وبيحبوا يطلبوها من بره كتير، بس انا قررت النهاردة اعملها لهم في البيت وافرحهم. معانا النهاردة هنعمل الفراخ المقرمشة او زي ما بتقولي الكوكي. هنبدأ معانا كده فراخ، انا جايبة وراك هنحطهم في البولة. نحط كل الكمية، طبعا غسلاهم غسلة نظيفة ونقعهم في المحلول وفتحاهم ومنضفاهم. طبعا العيال بتعشق الدبابيس. ومجهزة معاكم محلول اللي هيتنقع فيه التتبيلة، يعني عاملة هنا في ايه، عاملة لبن او رايب، انا عاملة لبن على رايب وحاطة معلقة كركم كبيرة ومعلقة ملح وفلفل اسود وكزبرة وكل توابلك اللي انت تحبي تطعمي بيها الفراخ بتاعتك. دلوقتي هنروح كبينها على كل الفراخ وهنديها تقليبة، هندعكهم مع بعض عشان كل حاجة تدخل في التتبيلة. وهنسيبها من ساعة لساعتين، ويفضل طبعا تكوني عاملاها قبلها بيوم بحيث تشرب وتاخد الطعم من التتبيلة بتاعتك، تبقى طرية كده من جوه، تبقى تاخد وتدي مع بعضها. وبعد ما سيبناها ساعتين تتبل هنحط لها في التوبنج بتاعها. هقولك بقى على سر مش هيقولوا ليكي بتاع المطاعم الفرايد تشيكن. هتحطي الدقيق ونص كوباية نشا، دي اللي هتديها القرمشة بتاعتها، نص كوباية النشا، وتروحي حاطة عليها توابلك. هتنزلي بقى بالفراخ وتتبليها كلها. بعد كده هتنزلي تاني، في ناس بتنزل في ميه ساقعه، انا بحب انزل في التتبيله تاني. التتبيله دي بتديها القرمشه وبتديها توبنج زياده. وهتفضلي تقلبي كويس، تعملي لها طبقه كويسه من الدقيق والنشا عشان تبقى مقرمشه مع الاولاد ويحبوها. وفي زيت سخن عميق، وهتروحي حاطه الكميه بتاعتك، تعملي كل الكميه زي ما هي. نزليها برضو في ايه، في التتبيله تاني، دي اللي هتخليها تقرمش وتدي معاكي طعم جميل. اهم حاجه الزيت يبقى سخن، وبعد ما تحط كميتك توطي عليها وتغطيها. احنا لازم العيال يطلبوها مرتين من بره. نحط الكميه على قد الطاسه بتاعتك او على قد الصينيه، تخليها في الزيت السخن، وبعد كده ايه، تغطي عليها، سيبيها لغايه بقى ما تحمر ونغطي عليها. ادي شكل الفراخ بعد ما استوت، هنطلعها سوا. طبعا الزيت سخن. بصي الفرايد تشيكن ايه شكلها تحفه. صفيها كويس، ولو عندك مناديل مطبخ طلعيها عليها، انا والله خلصانه عندي المناديل المطبخ. هطلع اللي استوى، بصي شكلها ازاي مقرمش وجميل ولونها تحفه. هحط بقى الكميه التانيه، حطي كميتك كلها اللي عندك وخلصيها. طبعا انا عامله جنبيها شويه رز، عامله جنبيهم شويه رز، وهنخلص الكميه كلها وبالهنا والشفا.
ودي بعد ما الفراخ استوت بصوا مقرمشه ازاي وجميله وتحفه. اعملي الوصفه بطريقتي ومش هتندمي ابدا. عملنا جنبها شويه رز، وده صوص الجبنه وصوص الكاتشب وشويه مخلل والعيش المصري المرحرح بتاعنا الجميل. وبألف هنا وشفا. ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك عشان قناتي تكبر بيكم. ومع السلامه.